الحتة بتاعت الصدر، قطعتها كده ايه، شرحتها كده، عملت لها فتحات عشان برضو ايه التتبيلة بتاعتنا تخش جواها، تخش جوه النساير بتاعت الصدر، عشان الصدر بيبقى مليان شوية. خلاص رصينا الفراخ بتاعتنا، معلهاش اي حاجة خالص، ولا ملح ولا اي حاجة. ليه؟ لان احنا هنحط عليها الخلطة بتاعتنا دي، التتبيلة دي عليها ملحها وعليها فلفل وعليها كل حاجة، فاحنا مش هنحط على الفراخ ملح ولا اي حاجة دلوقتي، هنحط عليها التتبيلة. سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نحط بقى التتبيلة بتاعتنا الجميلة دي اللي عملناها، بتفرق في طعم الفراخ جدا جدا جدا. لاحظوا ان انا ما حطيتش زبادي، ولا حطيت اي حاجة تانية غير شوية الخضار